النهاردة هنعمل مع بعض قرص طرية بالعجوة يا جماعة زي الفرن بالظبط. تعالي هنا معانا هنا الخميرة، ومعانا سمسم، ومعانا كيلو وربع زبدة فرن، ومعانا حوالي 3 كيلو من الدقيق، ومعانا الشمر بتاعنا. بجيب كبشة من السمسم بتاعي بحطه على الدقيق، ومعانا هنا الشمر حوالي ربع كوباية، ومعايا هنا الزبدة بتاعتي بكون مسيحاها على النار زي ما انتم شايفين، تسيح بس يا جماعة. عندك مايكرويف، سيحي في الميكرويف. ده مقدار كيلو وربع من الزبدة على 3 كيلو دقيق، وابدأ ان انا بقلبهم مع بعض. اخلي بالي جدا علشان الزبدة ما تجيش على ايدي او تيجي على اي حد جنبي، يعني هنحاول نبعد الاطفال. وهنا حوالي ربع كوباية من السمنة، وابدأ بقى ان انا اخلطهم كلهم مع بعض يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. وابس بقى ابس الدقيق مع السمنة، لازم السمنة تخش في الدقيق. البس ده يعني السمنة بتاعتي تخش في الدقيق. وعندي هنا كيسين من الفانيليا وكيس كيك شيف مش بستخدمه كله. وابس تاني، ارجع بس تاني يا جماعة اهو. مش حوار عجن، انا مش بعجن، انا ببس. دخلي السمنة كلها في الدقيق زي ما انتم شايفين لحد ما تبقى ناعمة معايا. وعندي هنا الخميرة بعد ما خمرت بروح دلقاها على على الوصفة بتاعتي زي ما انتم شايفين. وابدأ برضو ان انا اميكس كله مع بعض واخلطهم مع بعض زي ما انتم شايفين. عايزه اقولك الطريقة دي ناجحة 100% زي بتاعة الفرن بالظبط، واسهل وصفة لطريقة القرص بالعجوة يا جماعة. لو بتدوري على طريقة سهلة وما بتاخدش وقت معانا، يبقى الفيديو ده ليكي وظهرلك في الوقت المناسب زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى ايه ان انا باخلطهم كلهم مع بعض. هنا كنت زودتش سنة من المية، طبعا احنا مش بنزودش مية كتير علشان العجينة ما تنشفش مننا. فهنا انا بميكس بقى كله مع بعض زي ما انتم شايفين اهو اهو. شايفين يا جماعة العجينة ما شاء الله، شايفين اتلمت لوحدها حرفيا اهي يا جماعة ما شاء الله. لوحة فنية خطيرة يا جماعة، خطيرة بمعنى الكلمة. بسيبها بقى ترتاح شوية حوالي مثلا ساعة. انا عامة سبتها حوالي ساعتين. بصوا جمالها، عايزة تتاكل وهي كده، والله بجد عايزة تتاكل وهي كده. شايفين ما شاء الله. هبدأ بقى ان انا اخد على قد التشكيلة اللي انا عايزاها. انا هعمل شكلين يا جماعة، هعمل شكل مدور اهو. عندي ملبل وعندي عجوة. دي الحشوة بتاعتي، عايزين تحشوها اي حاجة تانية احشوها، بس هي احسن ان هي بالعجوة. احنا هنحشي كله اصلا بالعجوة. الملبل ده كان محطوط للكحك يا جماعة. فعملتها اهي زي ما انتم شايفين خطوات. انت تقدري تتحكمي في الحجم بتاعك، كبير صغير وهكذا. اهي بقت قرصة قدامي زي الفل والله حرفيا. تقدري تتحكمي في السمك بتاعها زي ما انت عايزة بالظبط. وهنا الشكل التاني معايا بعملها زي القطايف زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله اهي. وابدأ ان انا ادوس عليها جامد واقفلها زي القطايف بالظبط. شايفين العجينة حلوة ازاي، ناعمة ما بتشققش ما شاء الله. ده تاني شكل معانا يا جماعة. وبجيب بقى عندي هنا بيضاية وبحط فيها رشة فانيليا وادهن الوش بتاعها علشان يدي لون في الفرن. ما تدخل الفرن يبقى فيه لون عليها من فوق. وهنا شوية السمسم اللي على الوش دول مع الفرن بيودوها في حتة تانية زي ما انتم شايفين ما شاء الله. وهنا بقى بعد ما خلصنا الكمية بتاعتنا، طبعا هو في اكتر من كده بس شايفين بقى بعد ما استوت يا جماعة خطيرة. طبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وحلويات العيد وكحك العيد وكل ما يخص العيد.